ابو الابتسامه الحلوه بلا لف ولا دوران. اديني دغري كذا، نايف عزازي ايش؟ والله نايف عزازي نجم بصراحة، قادم الكرة السعودية نقول بقوة كمان، وزي الفل. مش قادم كل هذا وقادم؟ لا قادم. ما بعد سوى شيء؟ لا هو سوى شيء بس لسه باقي نبغى منه الكثير. ناصر دايم يحس انه يعني مظلوم، ما اخذ فرصته في المنتخب كذا بشكل مباشر، انت ايش رايك؟ والله بالعكس، يعني انا ما اقدر اقول لك انه ما اخذ فرصته. لا، ناصر الان ما شاء الله يعني من ابرز الموجودين، يعني المهاجمين في الكره السعوديه. بالعكس يمكن يعني يكون الحظ يعني مو مساعده. عيوب نايف ممكن اشياء بسيطة، يعني ما هي. نايف ما شاء الله بالراس، يعني من افضل المهاجمين اللي يضرب بالراس. يعني نايف حتى السنه ذي خاصه بنشوف نايف يسجل تحت. اكثر الناس كانت تقول اول نايف ما يسجل تحت، الحين نايف السنه ذي يمكن كل اهدافه يعني مسجلها في الارض، فهذا شيء طيب يعني النايف. واعتقد انه نايف كل ما هذه كلها ايجابيات، ابغى السلبيات يا اخوي. والله سلبيات، هو قلت لك كانت سلبيات ودحين صارت ايجابيات ما شاء الله. في مهاجمين يلعبوا باثنين قدام، عارف لما يلعب اثنين قدام، لكن ناصر ما شاء الله لما يلعب لحاله قدام بيتصرف. لكن احس ان ناصر لما يلعب اثنين قدام في المهاجمين يعني ما بياخذ راحته بزياده، عارف. الاخ يلحن على انك ما حتكون مفروض ما تلعب في اساسي معاه، ها؟ يقول انك تخلص. لا رد عليه. لا شوفوا مو اخبص بس يعني تقدر تقول ممكن في النادي، هو يتكلم عن النادي انه لما نلعب اثنين راس حربة يعني ابرز عيوبه الشخصيه. ابرز عيوبه الشخصيه انه اوقات ممكن هو طالع من التمرين يسافر كذا ماشيه فاكر، ماشي ما عليه فاحد، ما ادري هو. وانت ايش ابرز عيوب؟ لا مو اعطي له واحده. طب دقيقه، لا اعطي له كذا. لا اسمع، لا انا ممكن يعني مزاجي، لكن اكون انه اخرج من التمرين واسافر. انا ما قلت لك دافع عن نفسك الحين، اقول لك اعطى لك كتف قانوني كذا، اعطي له كتف. يلا قول. اقدر. لا وش ما تقدر، خايف يعني ما يخوف. مو خاف. راح بيب، عارفه هذا. معسكرنا الاخير كان في دبي، رجعنا من دبي وكان في اجازه 4 ايام. ايوه ادري، عارف القصه هذا. قلت له خلاص الحين فين مسافر؟ قال لا والله ما بسافر وما بروح واجي، احتمال اني اروح اليمن، كان وقتها يعني اكيد انه بروح اليمن. كاس الخليج يعني. كلمنا كابتن بوسير وقال نايف عزازي خلاص ما عاد هو جاي اليمن. اول ما قال ما هو جاي اليمن قلت له ها فين مسافر؟ قال والله لا لسه بصراحه. لسه. كلمني بعدين قال والله شكلي بروح بيروت ولا القاهره. اجازه. طيب اعطوا كتف قانوني. اجازه، هو قال لي بروح وما راح. هو قال لي انه على اساس انه بيسافر، خلاص انا قلت اوكي يعني اكيد عندي اجازه وضروري اني اسافر يعني. هو ما عنده في شخصيته شيء مش عاجبك؟ شوف ناصر ممكن اقدر اقول لك انسان عائلي بس عائلي. ميزه مش، لا ما هي ميزه بصراحه، يعني انا اوكي انا ما بقول لك انا انسان ماني متزوج صح. وبقول لك يعني انسان ناصر انسان عائلي اكثر وقته، يعني مجرد ما اتفقنا نحن بنسافر انا قلت له خلاص لو انك طلعت على بيروت وانا مكان يخاف من المدار. ايوه الله يعطيك العافيه. مسكرم هذه. والله اسمع، هو تدري قلت له خلاص بنروح، خليته يروح القاهره رحت دبي. طيب مع المدار. لا رحت لحالي. مسكر عليك طيب. لا بالعكس خاف منها. والله هو مو مساله خوف، هو قد ما تقول احترام، يعني ما في خوف، ما اعتقد انه في رجال. الانسان ما بيحترم حرمته بصراحه، صح ولا لا؟ انت ما تدري، احنا معشر المتزوجين. لا بس اقول لك يعني ما في انسان ما يحترم. لعبت عليه. يلعب عليه. اوه سهل.